بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. شايفين الالوان الجميله؟ النهارده هنعمل سناك الولاد الخاص بالمذاكره بتاعتهم، حاجه جميله كده بيحبوها كلهم وبتفرحهم، واكيد التزيين بتاعها كمان هيفرحهم ويشجعهم انهم ياكلوها، وهي الكب كيك المزين بالكريمه والحاجات الجميله دي بتاعت الولاد. فانا الحقيقه استخدمت حاجات كانت موجوده عندي في البيت. ده طبعا البسكوت اللي انتوا عارفينه. اولا ده الكب كيك اللي احنا هنزينه كب كيك عادي. انا عامله على فكره فيديو عن كب كيك الشوكولاته، هتلاقوه في البلاي ليست الموجوده في صفحه القناه بتاعتي. ادخلوا هتلاقوا في مطبخ كليفر مامي هتلاقوا المقادير كامله وطريقه العمل. فده الكب كيك الشوكولاته، او تعمليه ابيض زي ما انت عايزه. وكريمه، دي الكيس الكريمه اللي هو الجاهز. بتحط له 125 ملي لبن او ميه مثلجه، بس خليها لبن طبعا عشان نغذي الولاد احسن. وبيضرب كويس جدا ويتحط في التلاجة، يستحسن قبل الاستخدام. واستخدمي اي حاجه مزينه عندك، يعني دي اللي هي الحاجات الحاجات الحلويات دي اللي هي بتاعه الولاد، اللي هي زي اللي جواها شوكولاته. وده البسكوت طبعا اللي احنا عارفينه. وجبت فراولة كانت موجودة في البيت، وعارفين طبعا الشوكولاتة اللي هي دي السبريد دي. لقيتها اللي هتبقى لذيذة برضو في التزيين. تعالوا نشوف هنعمل ايه للتزيين. طبعا اداة التزيين بتاعة الكريمة، ولو مش موجودة هوريكي ممكن برضو تشتغلي ازاي. ورق كب كيك تاني عشان احط فيه لانه بيبقى اختفت الملامح بتاعته. وطبق جميل عليه ورق جميل زي ده علشان نقدم فيه الولاد، او اي طبق عندك يكون شكله جميل. حطيت خلاص الكريمة في أداة التزيين بتاعتي، وهختار بقى شكل من الأشكال دي. هقفلها بس الأول. هختار مثلا، أنا في شكل عجبني عايزة أعمله لكم. هختار مثلا دي عشان أعمل الوردات، وهنشوف هنشتغل ازاي. اخترت شكل اللي بيطلع لي الوردة ده. و انا هستخدم فراولايه دي كويسه. هقطع بس كده بحيث انها تديني شكل مسطح من تحت كده. وبعدين هاخد هنا الاول قاعده، هوريكوا دلوقتي قاعده بس للفراولايه عشان تثبت اهي. وبعدين هبدا اعمل بقى وردات حواليها، بضغط كده بس وهي بتاخد شكل الوردة. وياريت تحطوا الكريمة قبلها في التلاجة علشان تديني الشكل اللي انا عايزاه، ما تبقاش سايلة. وما تكتروش في كمية اللبن، التزموا بالمقادير الموجودة على الكيس. واحط هنا واحدة، ادي شكل من اشكال التزيين. وهحط كده في ورقة كب كيك تانية عشان تديني شكل جميل. ادي واحدة وادي شكل. نشوف الشكل التاني. الشكل التاني هاخد الكب كيك وبرضو بأداة التزيين دي، وهبدأ امشي عليها من بره لجوه كده. داير داير لحد ما اغطي المساحة. غطيت انا مساحة الكب كيك كلها. هبدأ بقى ازينها. مثلا انا ممكن اعمل وش بالالوان دي، يعني ممكن اعمل العينين باللون البني كده. هعمل فيس لذيذ اوكي. وهعمل البق بتاعه باللون الاحمر كده. وممكن استغل الشوكولاته اللي هي السايله دي كمان في اني
اعمل حاجة بيها. انا علشان اتحكم في الكمية اللي هتنزل، فانا هقص انا بالمقص عشان اتحكم في كمية قليلة، واتكي عليها شوية قبل ما تستخدميها، لان في البرد ده بتكون يعني مش بتبقى جامدة شوية وهتضايقك في الاستخدام. هعمل بيها مثلا شعره كده، اي شكل بقى. ننزل شوية كمان عشان الجو برد. عايزه اقول لكم دي في الصيف مش هتقدروا تتحكموا في سيولتها. اوكي، مثلا حاجه زي دي كده مثلا. ادي شكل فيس بسيط مفيش فيه اي تعقيد، وبرضه هحطها في ورقه لذيذه من ورق الكب كيك عشان تديها شكل لذيذ. هي موجوده في ورقه، ولكن انا هحطها في ورقه كمان علشان تديها شكل لذيذ. ممكن نلعب فيها كمان باي حاجه تانية او اي شكل تاني. كمان في شكل تاني ممكن نعمله. طبعا انتوا تلعبوا بقى بالاشكال او تخلوا الولاد في وقت تاني غير وقت المذاكرة لو هم فاضيين، او في وقت اجازة يلعبوا معاكوا بيها. هغطي برضو، لما نغطي الكب كيك بأداة زي دي نغطيها من بره لجوه مش من جوه لبره. غطيها كلها كده. الأداة اللي معايا دي جميلة لأنها بالضغط فبتساعدني إن أنا أخلص على طول. وهنشوف هعمل إيه. ممكن بالشوكولاتة اللي هي السبريد دي زي ما قلت لكم، بس البرد مخليها مش بتنزل معايا بسهولة خالص. ونعمل شكل بس حلزوني كده عليها. طبعا دي مش هتخليكي بقى تشتري لا صوص شوكولاتة ولا اي حاجة، انتي مجرد هتشتري دي. سهلة في الاستخدام طبعا، يعني مش هتطبخي حاجة ولا تعملي حاجة. اوكي، وبعدين هاجي بواحدة على فكرة في من دي الميني، وفي وفي المارشميلو. فانا هحطها برضو، مش هعمل حاجة، يعني ان انا كده كده هحطها. حطيها كده، غريزيها شوية في الكيك بتاعها مثلا. اوكي، وبعدين مثلا بالوحدات اللي هي الملبس ده بتاع الولاد. اختاري بقى الوان كتير، يعني مثلا هحط دي كده الوان مع بعضها كده. هوقفها كده، مش حطاها وشها ليا. احط الالوان كلها عشان تديني شكل ظريف كده. اوكي، كفايه كده. العبوا بقى بالاشكال زي ما انتوا عايزين. انا طبعا هكتفي بالكميه دي وهوريكم الاشكال اللي احنا عملناها. دول الثلاث اشكال اللي عملناهم. طبعا انتوا تعملوا يعني الاشكال اللي انتوا عايزينها. تلعبوا بالاشكال، اشكال كتير. دي افكار بس يعني ليكوا، وافكار للتزيين. ممكن حاجات بسيطه قوي نزين بيها على فكره، موجوده في البيت، مش شرط نشتري حاجات خاصه. يعني حاجات تفتح نفس الولاد ياكلوها، مغذيه كسناك وسط المذاكره. بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمه الله.